ان احنا موجودين في الصين، بنوفر الخدمات، اللي عايز يشتري بضاعة من الصين احنا بنوفرها له. رجعت الفندق، نمت، صحيت كده، فتحت البلكونة، منظر خلاب، قلت يا رب لك الحمد. مشاعر كتير ملخبطة بس كلها سعادة. بعدها قلت انا ايه، ابدأ ارتب الدنيا، اشوف هعمل ايه. اتصلت بالعميل بتاعي اللي هو اللي اشترى مني وانا في الصين، قلت له انا عامل معرض في الكونراد وعايزك تيجي. فالراجل جالي، قلت له يا عم بص، صلى على النبي، انا عامل معرض هنا 3 ايام، الزبون الصغير حلال عليك والزبون الكبير حلال عليا، وكده كده العميل بتاعي بيشتري مني، ففي الحالتين انا كسبان. قال لي خلاص ماشي اتفقنا. وبدأت الناس تيجي واحد ورا التاني، ازيك يا احمد، اخبار البضاعة، اخبار الشغل، نحكي. قعدنا نحكي. بالصدفة في نفس الفترة اللي انا عملت فيها المعرض ده كان في معرض تاني في ارض المعارض في مدينة نصر، فكانت الناس تخلص من المعرض اللي في مدينة نصر وتجيلي المعرض ده بتاعي، او تجيلي الفندق. هو ما كانش معرض بس كانت الناس بتجيلي الفندق، يطلعوا الأوضة اوريهم العينات ونقعد نحكي في الشغل. ناس كتير خدت رقمي وتواصلت معاهم وتعرفت في السوق. 3 ايام ورجعت على اسيوط. رجعت اسيوط وانا حاسس نفسي فارس راجع منتصر. رجعت وانا ارزن شوية، مش خفيف، والناس كلها على العين وعلى الراس، بس اللي في القلب قليل جدا. وقتها عرفت ان الناس بتحب المنتصر الناجح الكسيب، لكن ما تحبش تعيش معاه المعاناة بتاعته. يا عم روح انت هتقرفنا، لكن وانت ناجح انت حبيب الكل. انبهار الناس بقى ما بقاش يبهرني، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني بالنسبة لي كله كلام أونطة. رجعت فالناس بيسألوني ايه يا احمد رجعت ليه؟ قلت لهم والله ده انا جيت مصر جاي اعمل شغل مع شركة صينية، المرة قلت اسلم على امي وكده. قعدت كام يوم سلمت فيهم على الاهل والجيران والصحاب وكل الناس، بعدين حجزت تذكرتي ورجعت. لكن لما سافرت حبي للناس زاد، بقيت التمس لهم الاعذار، وكل الناس اللي عدوا انا خلاص قررت اسامحهم. بعدها قررت حاجة جديدة، قلت طب ما انا الحاجة اللي نجحت اكررها كذا مرة واكسب منها فلوس اكتر. فبدأت اعمل اعلانات ممولة جديدة بمبلغ اكبر، وبقيت ارد على الناس اكثر احترافيه. برضو بدات اتواصل مع الناس اللي انا قابلتهم في الفندق، قال لهم ان انا رجعت الصين وبامكانكم التواصل معايا او التواصل مع الشخص اللي موجود في مصر. عملت اعلان جديد، نوفر لك مترجم اللي هو انا، ونوفر لك كل الخدمات، ونشتري لك البضاعه ونفحصها ونعمل كل حاجه. فكان اللي يسالني كنت ارد عليه باكثر احترافيه. برضو كنت بنزل سوق اكسسوار الموبايل، اصور الحاجات الجديدة وانزلها على الصفحة. في وسط الاعلانات اتصل بيا عميل، قال لي يا استاذ احمد انا عندي بطاقة استيرادية وعايز اجي الصين عشان استورد لب عباد الشمس. فقلت له يا باشا تعالى تنور، انا كده كده كان عندي مورد وكان مصنع كبير جدا، وكان بعت لي عينات قبل كده وكنت عرضتها للناس في اسيوط، لكن محدش اشترى مني وقالوا لي يا احمد ده مشوار صعب عليك وبتاع، فانا قفلت يعني. لكن البيانات بتاعت المصنع موجودة عندي، والعينات اللي جت كانت عينات كويسة. طب يا استاذ احمد نتفق العمولة كام؟ قلت له انا باخد 5%. قال لي لا انا اديك 4. قلت مفيش مشاكل، كده كده انا عايز ازور المصنع بوجه خاص والبلد بوجه عام. البلد اسمها منغوليا الداخلية، وأهم تجارة فيها هي تجارة اللب. منغوليا الداخلية بلد قمة في الجمال والروعة، فيها تاريخ وحضارة، فأنا كنت محتاج أزورها. تاني حاجة أنا كنت محتاج أعمل الأوردر ده كانتصار لنفسي. ليه؟ قلت المرة الأولانية ده ما كانش انتصار، ده كان من عند ربنا، يعني كان ستر من عند ربنا وكده. قلت لو عملت الأوردر ده خلاص أنا كده بعرف أشتغل. يعني الشغف ما بقاش فلوس خالص، بقى الشغف بالنسبة لي اتمام الاوردر، ان انا قدامي هدف عايز اعمله واتمه. ده كان اكتر شغف، وده كان النجاح بالنسبة لي، كانت حاجة بتبسطني جدا. كام يوم وجه العميل دوت، رحت استقبلته في المطار، اخدته قعدنا في شقتي، قعدنا حوالي يومين، بعدين حجزنا طيران لبلد اسمها هوت هوت، وبعدين من هات هوت حجزنا طيارة لبلد اسمها بوتو. جت عربية خدتنا وصلتنا للمصنع. الراجل صاحب المصنع راجل جنتل قوي قوي، يعني حاجة قمة في الفخامة. أول ما دخلنا المصنع الراجل خد مني الشنطة حطها على كتفه ودخل. صاحب المصنع ده جوه المصنع ما تتصورش ان هو الاونر اطلاقا يعني. وبره المصنع بعد ما بيخلص الشغل
العربية المرسيدس والعربية البي ام والساعة الرولكس، وحاجة قمة في الفخامة.